السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. طبعا قلت اخوكوا جولة معايا وسط الاراضي، وسط المناظر اللي هي الطبيعية. طبعا اللي انتوا شايفينه دوت القطن دوت اللي اللي بنجيب انفار كده بتجمع اللي هي الحاجات اللي هي البيضة ديت، وبيروح اللي هو المصنع. بتصنع منه طبعا المراتب، وبصنع منه اللي هو الملابس اللي هي القطنيات اللي هي داخل فيها القطن. زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله، ادي السما صافية وجميلة. طبعا انا كنت بصور لكم اعتبار المغرب بالظبط، في اجواء المغربية كده. طبعا مفيش اجمل من التمشية في الريف المصري، يعني الهدوء والسما صافية ما شاء الله. فقلت تعالوا تمشوا معايا وسط وسط الأراضي والسما صافية والريف المصري وأجواءه وجماله وخفيف، والمناطق الزراعية مناظر طبيعية جميلة جدا جدا جدا، والأرض بتبقى خضرة ما شاء الله. فقلت برضو طبعا اخدكوا جولة برضو معايا. يعني انا خدتكوا جولة معايا وسط القطن، ووريتهولكوا ببقى على الشجرة مثلا ازاي، وبقولكوا بنجيب انفار وبيجمعوا القطن دوت، والقطن ده بيروح المصنع بيصنع منه المراتب والهدوم اللي هي القطنيات اللي داخل فيها القطن. فقلت اصور معاكم جولة وانا نازلة ارض البطاطا. طبعا وانا ماشية كده في الارض، كل ما افحر معايا عصاية كده، وكل ما افحر في الارض اطلع اللي هي البطاطا. عايزة اقولك البطاطا اللي هي البلدي ما شاء الله بيبقى طعمها جميل جدا. طبعا البطاطا دي بقى بتعملها مسلوقة وتعملها مشوية وتعملها صينية في الفرن بالبشاميل. بتبقى حاجات حلوة خالص خالص ما شاء الله، بألف هنا وشفا على اللي هياكل منها. وما شاء الله واللهم بارك. كل ما افحر كل ما اطلع بطاطا من تحت الارض. عايزه اقولك اللي ما اشتركش معايا في القناه يشترك معايا وتفعل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وتشجعوني بلايكاتكم الحلوه الجميله. بحبكم في الله. انا قناتي مش هتكبر الا بيكم، بمشاهداتكم بلايكاتكم. فانا طبعا مش هجبر حد اللي هو يعمل لي لايك او يتفرج عليا، لا. فانا بقولك انا قناتي، واتمنى ان قناتي تكبر بوجودكم معايا على القناة، وتشرفوني على القناة بتاعتي. القناة بتاعتي هيزيدها شرف بجد بجد لما انتوا تنوروني مع على القناة. فطبعا دي الاجواء بقى الريف المصري. ما شاء الله شايفين، كل ما افحر كل ما اطلع اللي هي البطاطا. عايزه اقولك برضو الارض دي مش بتاعتي. لا، ده انا قلت اصور معاكم جولة وسط الاراضي بس. ما تفكروش بقى الارض دي اللي انا بصور فيها دي تبقى بتاعتي. لا، ربنا يزيدني ويزيدكم يا رب، اللهم امين. شايفين؟ عايزه اقولك انتي حتى لو انتي نفسيتك تعبانه، بجد والله، انتي لو نفسيتك تعبانة ومشيتي وسط المناظر اللي هي الطبيعية، وسط الأراضي، وتلاقي هدوء كده حلو كده، نفسيتك انتي بترتاح بصراحة. انا عن نفسي بحس كده، بحس لو انا مثلا زهقانة او نفسيتي تعبانة او حاجة، ومشيت وسط الأراضي وسط المناظر الطبيعية والسماء صافية والهدوء حلو، تحس كده براحة نفسية ومناظر حلوة وهدوء جميل ما شاء الله. ديت بقى زي ما قلت لكم، دي اجواء الريف المصري. بس في اجواء كتير بيبقى الريف مصري كتير
عند المواشي والحاجات دي بتبقى شكلها جميل، والعصافير وكده. بس انا خدتكم بس كده جولة، اعتبار المغرب بالظبط، يعني جولة خدتها معاكم كده على السريع. وبعد كده طبعا انا صورتكم اللي هو القطن، وبعد كده طبعا البطاطا. بعد كده انا رايحه فين؟ رايحه على البنجر. زي ما قلت لكم في فيديوهات كتير، البنجر اللي هو بتصنع منه السكر. يعني طبعا بنشف كده في الارض، الحاجات الخضرا دي بتلاقيها نشفت كده. وبنجيب برضو انفار، وبتقلعه، وبعد كده بيروح المصنع بتصنع منه السكر. طبعا دوت البنجر احنا في الريف المصري واحنا الفلاحين بناخد اللي هي الورقة بتاعة البنجر اللي هي الصغيرة المنعنعة الحلوة ديت، ونعمله محشي. يعني مش بنحشي مثلا محشي كرنب بس لا، احنا بنعمل محشي كتير. اقولك بنعمل محشي كتير ايه واحنا في الريف المصري؟ اقولك بنعمل محشي فلفل، ومحشي بتنجان، ومحشي كوسة، ومحشي كرنب، ومحشي اللي هو البنجر. عايزه اقولك طعم المحشي البنجر ديت، انت لو جربتيه مره على طول هتجربيه. وبنعمل محشي اللي هو اللفت كمان. لما يكون عندنا اللفت بناخد الورقه بتاعته، لو الورق بتاعه حلو بنعمله محشي ايه؟ محشي لفت. طبعا وانا ماشيه كده وانا بلم الورق عشان اعمله محشي، فلقيت بقى بالصدفة كده، لقيت بتاع شبت وكزبرة على بقدونس. فقلت لازم اخد كمان شبت وكزبرة على بقدونس عشان اعمل محشي بالمرة. طبعا انا اخدت الكزبرة على شبت على بقدونس، ما خدتش من البذور بتاعتها، لا، اروضتها كده وسبت البذور بتاعتها زي ما هي في قلب الطينة عشان تطلع تاني، بحيث لو انا اشتلتها من البذور بتاعتها كده خلاص ما عادش هتطلع تاني. بحيث لو انا حبيت ان انا اروح واعمل محشي تاني واجيب ورق، اخد الشبت والكزبره بدل ما اشتري، اخدهم برضو من الارض. عايزه اقولك كانت الريحه بتاعه الشبت والكزبره دوت عشان جايباها من الارض، كانت ريحتها جميله. طبعا وانا خدتوك برضو جوله معايا وسط الربه. طبعا الربة دي زي ما احنا بنقول في الفلاحين اللي هو البرسيم، يعني ربة وبرسيم. ودوت الفول الاخضر، بس الفول الاخضر لسه ما طلعش، لسه صغير. طبعا بقى وانا ماشيه كده بصور معاكم لقيت حاجه جميله جدا انا بحبها جمال جدا. لقيت اللي هو السريس. عايزه اقولك السريس ده بيبقى طعمه جميل، حتى لو عندك لهلاب على صدرك كده وكلتي عود سريس كده بيضطر على الصدر وكده، بيحوش يعني الحموضة ما شاء الله. طبعا بقى تاكلي سريس ومشي بقى وجبنة وحاجات من دي زي ما تحبي بقى تاكلي السلام عليكم ورحمة الله.